6 طرق فعالة وقوية كتساعدك باش تبغي راسك. سعادة أي شخص كتبدا من كيفاش كيتعامل مع راسو. هذه أول حاجة. بكل بساطة مستحيل أي شخص يلقى السلام الداخلي أو السعادة إلا ما تعلمش يبغي راسو هو الأول. اليوم من خلال هذا الفيديو غنشارك معكم 6 ديال الطرق فعالة وقوية كتعلمك تبغي راسك. سعادة كل شخص سواء كان مرأة أو رجل كتبدا بحب لذاته، احترام الذات والثقة بالنفس وكل الصفات الإيجابية. ما يمكنش تبنى إلا على أساس متين من الحب والرعاية واحترام النفس. ماشي مهم صحابك أو عائلتك أو شريك حياتك يبغيوك ويعاملوك مزيان، لأنك غتحس ديما بالإحباط إلا ما كنتيش كتبغي راسك. الأكثر من هذا الموضوع كيتعلق بقبولك لنفسك وشخصيتك بكل شغفك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك، مواهبك وأخطائك وأي حاجة فيك. اليوم غنكتشفوا مع بعض 6 ديال الطرق قوية وفعالة غيعاونوك تبغي راسك. أول حاجة هي خصص وقت لراسك كل نهار. سواء كنتي مشغولة ديما أو كتخدمي أو وقتك ديما مشغول، من المهم أنك تخصصي وقت لراسك كل نهار. دوزي وقت مع راسك وضبطي مشاعرك ورغباتك وعيشي لحظات الهدوء والاسترخاء واستعدي للغد والذهن ديالك صافي. عادة إيجابية جدا أنك تخصصي 15 دقيقة على الأقل كل نهار مع الصباح تمارسي فيهم التأمل والامتنان وتصفي عقلك. هاد الوقت بالضبط غتلقاي فيه توازنك وغتهيئي راسك باش تبداي نهار جديد، وتقدري ديري اي حاجة في هاد الوقيته بالضبط اللي تساعدك على الاسترخاء، بحال تقراي توكيدات، تشربي قهوه ولا عصير ولا حليب ولا اتاي بالاعشاب ولا تيزان يعني كويس ديال الويزا ولا اتاي بالزعتر كيزيد التركيز، ولا تمارسي ديال اليوغا ولا تطلعي ديال من السرجم ولا تاملي ديال السما، خصوصا ان الهواء ديال الصباح كيعطي واحد الطاقه ايجابيه خطيره. هذا الشيء كامل غيساعدك على التواصل مع نفسك الداخليه وسلامك الداخلي بغض النظر على اي ثانيه ممكن توقع. وثاني حاجه هي تقبلي اي حاجه حاسه بها. القبول مهم بزاف، ماشي فقط تقبلي غير الناس اللي دايرين بيك صحابك او المجتمع بشكل عام، ولكن تقبلك لراسك كيما انتيا شي حاجه اللي مهمه بزاف. وهذه غتبقى سهله الا حسيتي بالرضا والسعاده انك تقبلي راسك باي حاجه فيك. ولكن فاش ما كتكونيش راضيه على راسك اللي كيوقع هو انك غتبقاي في حاله غضب وغترجعي تفكري غير فوقاش يختفي هذا الاحساس بدل ما تعيشيه وتقبليه، وغتبداي في محاوله تلهي راسك او تركزي على حاجات اخرى، وهذا التصرف غلط. الصحيح هو انك تعيشي وتقبلي اي حاجه انتي حاسه بها، ما تهربيش منها وملي تاخذ وقتها وتسالي، لان ما كاينش شي حاجه اللي ثابته ودايمه. حتى الالم كياخذ وقته وكيمشي. اما الا تجاهلتي مشاعرك وهربتي منها فمع الوقت غتراكم هاد المشاعر لداخل ديالك وغادي يسببوا لك مشاكل صحيه ونفسيه على المدى البعيد. ثالث حاجه هي بغي الجسم ديالك. الجسم ديالك هو سفينه ديال عقلك وروحك، هو اللي كيسمح لك انك تعيشي حياه قدر الامكان. الجسم هو اول حاجه كنتعلموها منذ الولاده، لان اول حاجه كنتعلموها هي ادراك البيئه المحيطه بنا باستخدام الحواس ديالنا. فتعلمي تبغي راسك وتقبلي الجسم ديالك، لان حياتك مستحيل تكمليها بلا الجسم ديالك. اهتمي به وكلي اكل صحي، مارسي تمارين رياضيه باش تخليه صحي اكثر، لبي احتياجات الجسم ديالك. الا حسيتي بالعيا ارتاحي، تمشي عوض ما تبقاي قدام التلفازه، تعلمي تسمعي الجسم ديالك، وهكذا غتبقاي فرحانه وحتى مزاجك غيتغير وحياتك كلها غتغير للافضل. رابع حاجه هو تخلصي من العلاقات السامه. يمكن كتقولي كتبغي راسك بشكل كامل، واش متاكده؟ لان الا كانوا عندك علاقات سامه في حياتك
فما كنظنش انك كتبغي راسك. ديري قائمه الاشخاص اللي ديما كتحسي انهم مصدر طاقه سلبيه في حياتك، الناس اللي كيعاملوك بقله الاحترام، والناس اللي ديما كتحسي انهم مصدر طاقه سلبيه في حياتك، الناس اللي كما ذكرت كيعاملوك بقله الاحترام. واخا تكون بيناتكم صله القرابه، خليك صريحه مع راسك وشوفي كل شخص على حقيقته. بمجرد ما تعرفي هاد الاشخاص اللي في حياتك وكيخليوك ما فرحاناش وكيقلقوك سواء بهدرتهم او بافعالهم، اذا جا الوقت للتغيير. الا ما قدرتيش تخرجيهم من حياتك بشكل كامل، فعلى الاقل حطي حدود للتعامل معهم، وما تخافيش انك تكلمي او تعبري على الحوايج اللي كيأذيوك سواء بالكلام او بالفعل. جملة انا ما باغياش هادشي او هادشي ما مناسبش ليا غتكوني قطعتي شوط كبير بزاف، لان بكل بساطة كاين اشخاص ما كيحسوش بتأثيرهم السلبي عليك وعلى حد اخر. خامس حاجة هي خليكي انيقة ومرتبة. في اغلبية الاوقات محيطنا كيعكس الداخل ديالنا، مزاجنا، عواطفنا وشغفنا في الحياة، والعكس صحيح. حتى الحوايج اللي دايرين بينا عندها تأثير كبير على نفسيتنا ومزاجنا وإلهامنا. هاد الشيء اللي كيخلي من الضروري الاهتمام بالمساحة اللي دايرة بينا. بداي بالبيت ديالك، واول حاجه بالخزانه ديال الملابس ديالك، لان هذه هي البلاصه اللي غالبا غتلقاي فيها معظم الحاجات القديمه اللي ما بقيتيش محتاجها. وبداي تعزلي الحاجات اللي كتبغيها وباغا تلبسيها، والحاجات اللي ما بقيتيش محتاجها وحاسه انها قديمه وما بغيتيش تبقاي تلبسيها، فمن الممكن انك تتبرعي بها او تصدقيها او تبيعيها، بمعنى تصرفي بها بالطريقه اللي كتفضلي نتيا. ترتيب خزانة الملابس غيكون بداية لتغيرات كبيرة وغيفتح لك مجال لحاجات جديدة تدخل لحياتك، بما فيهم العلاقات الجديدة، الهوايات والأحداث الإيجابية. وردي البال ترتيب وتنظيم جميع الغرف، لأنه كيأثر بشكل مباشر على إحساسك بالأمان والسعادة والصحة. ديري الحاجات اللي كتبغيهم. فاش تبغي راسك بطبيعة الحال غتكوني باغية ديري الحوايج اللي غيفرحوك، والعكس صحيح. ديري الحاجات اللي كتبغيهم وكترتاحي فيهم، فغادي يزيد الحب ديالك لراسك، وبالتالي غتحترمي راسك اكثر وغادي تزاد ثقتك براسك، وهذا الشيء غيخليك انسانه فرحانه اكثر. وماشي شرط تبقي محترفه او خبيره باش تكوني فرحانه بداكشي اللي كديري. مثلا الا كانت عندك هوايه الجري وكتخليك هاد الهوايه تحسي بتحسن، فخليها عاده واستمتعي بها. ولا كنتي كتبغي الرسم، فرسمي في كل مره يكون عندك وقت الفراغ. اسفي على اي آلة موسيقيه كتعرفي ليها. طيبي اكلات اللي كتفضلي ليك ولعائلتك. ديري حاجات اللي كتبغيها، ماشي على قبل الناس ولا باش تباني مبهره ولا باش تجيبي الفلوس، ولكن على قبل راسك باش تكون تعلمي بها تبغي راسك. ولا كنتي حتى لدابا كتسمعيني، غديري متابعه لقناه نصائح تاج ميديا فضلا وليس امرا، وعرفي كل نهار نصائح جديده لجمالك ولحياتك.